سنة 1956 قدم الحاج إبراهيم الخطيب الموظف في وزارة الأوقاف طلب نقل علشان يتنقل من السنبلاوين للقاهرة، وفعلا وافقت الوزارة على طلب النقل. اتنقلت عيلة الحاج إبراهيم الخطيب للقاهرة علشان تسكن في منطقة الحلمية. وفي الطريق لمصر وهم راكبين القطر علشان حياة العيلة كلها تتغير، كانت مصر بتمر بظروف وقطر تحدي هيغير تاريخها الحديث كله. بعد توقيع اتفاقية الجلاء سنة 1954 فضلت مناوشات ومقاومة شرسة للقوات الإنجليزية في مدن القناة على إيد المقاومة الشعبية. كانت علاقة عبد الناصر جيدة جدا بالدول الغربية. البنك الدولي وافق بدعم أمريكي وبريطاني على منح مصر قرض لتمويل مشروع السد العالي. السد العالي هو المشروع اللي كان بيتمنى عبد الناصر إنه يحقق عن طريقه طفرة زراعية وصناعية في البلاد. وفي نفس الوقت كان في مناوشات بين الدول العربية والكيان المحتل لفلسطين من بعد حرب 1948. وأعلن عبد الناصر صراحة عداءه لإسرائيل وضيق الخناق على سفنها في قناة السويس وخليج العقبة، وده الأمر اللي خلى إسرائيل تدعم ترسانتها العسكرية بصفقات أسلحة فرنسية بمباركة أوروبية. ولما طلب عبد الناصر أسلحة من بريطانيا وأمريكا كان الدولتين بيمطلوا فيه، وفي النهاية رفضوا طلبه بحجة إنهم عايزين يوقفوا سباق التسليح في الشرق الأوسط. الرفض ده كان لمصر بس، إنما الكيان الإسرائيلي كان من حقه يزود تسليح جيشه، وده شيء مش غريب على الدول الغربية اللي كانت وما زالت وستظل مش عايزة دولة عربية تنهض ولا تكون أقوى من الكيان الإسرائيلي ابنهم المدلل. بس عبد الناصر قرر يطلب سلاح من الاتحاد السوفيتي اللي وافق فورا على إمداد ناصر ومصر بالسلاح. بس طبعا أمريكا وبريطانيا ما سكتوش، خصوصا لما ناصر قرر يرفض إنه يدخل حلف مع إسرائيل ويتصالح معاها بالشروط الأوروبية واللي كان الغرب مسميها الخطة ألفا. بدأ الغرب يطلق خطة جديدة وهي الخطة أوميجا، ودي هدفها الأساسي تحجيم نظام عبد الناصر وفرض عقوبات على مصر بحظر المساعدات العسكرية ليها، ومحاولة الوقيعة بين مصر والدول العربية، ووقف تمويل السد العالي بأي شكل وإلغائه بالكامل، وحرمان مصر من التفكير في أي نهضة. هنا كان عبد الناصر لازم يفكر في طريقة يواجه بيها مؤامرات الغرب على مصر ويوفر التمويل للسد العالي، وفعلا أعلن في 26 يوليو 1956 قرار التأميم. قرار من رئيس الجمهورية بتأميم الشركة العالمية بدأت الضغوط السياسية على مصر للتراجع عن تأميم قناة السويس، بس الضغوط دي كلها فشلت قدام تمسك عبد الناصر بكرامة مصر ومحاولتها في التقدم. وهنا قررت بريطانيا وفرنسا والكيان الإسرائيلي استخدام القوة العسكرية ضد مصر، والعملية اللي يطلق عليها بروتوكول سيفرز. وكانت كل دولة من الثلاثة عندها سبب لمحاولة التخلص من ناصر. بريطانيا كانت عاوزة تتخلص منه لأنه هدد نفوذها باتفاقية الجلاء عن مصر وتحالف مع السوفييت، وأخيرا أمم القناة اللي بتمر منها المصالح البريطانية واللي بتعتبرها بريطانيا منجم الذهب بتاعها. أما فرنسا فكانت عاوزة تتخلص من عبد الناصر بسبب مساندته لثوار الجزائر وتأميم القناة اللي كانت فرنسا في الوقت ده هي اللي بتديرها. أما الكيان الإسرائيلي فكان عايز يدمر عبد الناصر لأنه هو الخطر الوحيد على وجود إسرائيل ومصالحها، وبالمرة تدمر القوات المصرية في سيناء واللي بتعتبرها إسرائيل تهديد صريح ليها ولوجودها. وفي 29 أكتوبر 1956 بدأت فصول العدوان على مصر. في 29 أكتوبر 1956 هبطت قوات إسرائيل في عمق سيناء واتجهت للقناة علشان تقنع العالم كله إن في تهديد لقناة السويس.
وفي 30 أكتوبر أصدرت بريطانيا وفرنسا إنذار بيطالب مصر وإسرائيل بوقف القتال، وبيطلب من كل دولة تنسحب 10 كيلو متر بعيد عن قناة السويس، وطلب من مصر تقبل احتلال مدن القناة بواسطة قوات بريطانية وفرنسية، وده كان بغرض حماية الملاحة في القناة، وإلا فرنسا وبريطانيا هيتدخلوا لفرض الأمر بالقوة. وطبعا كان الرفض المصري هو الجواب. وفي 31 أكتوبر 1956 حصل العدوان الثلاثي على مصر، وأصدر عبد الناصر قرار بسحب القوات المصرية من سيناء إلى غرب القناة، وده كان علشان يحافظ على القوات، وإلا كان هيتم إبادتها بالكامل. وركز العدوان على بورسعيد واللي تم ضربها بالطيران، ولكن أهل بورسعيد تصدوا للعدوان وحافظوا على بورسعيد، وده الأمر اللي حرك العالم كله ضد قوات فرنسا وإنجلترا وإسرائيل، وساندت الدول العربية مصر، وتم نسف أنابيب البترول في سوريا. وفي 2 نوفمبر 1956 اتخذت الأمم المتحدة قرار بوقف القتال، وفي 3 نوفمبر وجه الاتحاد السوفيتي إنذار إلى بريطانيا وفرنسا. أخيرا العدوان الثلاثي كان مدته فعليا 5 أيام، ولولا بسالة الشعب المصري وأهل القناة والجيش المصري في صد العدوان كان تم احتلال قناة السويس للأبد، وكان تم القضاء نهائيا على مشروع السد العالي وإجهاض أي محاولة لنهضة مصر في فترة جمال عبد الناصر. سنة 1962 كان محمود الخطيب عمره 8 سنين، وكان تلميذ في الصف الثاني الابتدائي في مدرسة محمود خاطر الابتدائية. كانت الكورة كل حياته، لدرجة انه كان بياخدها مع المدرسة، وكان في طريقه للمدرسة كل يوم يفضل ينطق في الكورة على رجله طول الطريق. حالة عشق غريبة بينه وبين الكورة، ما تقدرش تعرف مين فيهم بيحب التاني اكتر، هو اللي بيحب الكورة ولا الكورة هي اللي بتحبه. واشتهر الخطيب في المدرسة رغم سنه الصغير انه حريف جدا. وفي يوم في دوري المدارس ويوم المباراة النهائية بين فريق مدرسته وفريق مدرسة عزبة النخل الابتدائية جات له فرصة ذهبية، وهي إن مهاجم فريق المدرسة غاب علشان عيان. ورغم رفض مدرس الألعاب في البداية إنه يستعين بالخطيب لأنه لسه في تانية ابتدائي وأعضاء الفريق كلهم في سنة 6 ابتدائي، إلا إنه تحت إلحاح ماجدة الخطيب أخته ومدرسين المدرسة استعان بمحمود الخطيب الطفل الصغير اللي عمل مباراة أكتر من رائعة. فضل يرقص في اللعيبة ويحط أهداف لغاية ما فريق مدرسته كسب. فعلا انتهت المباراة بفوز مدرسة محمود خاطر الابتدائية وحصولها على الكاس، وكل ده كان بفضل الخطيب. ومن اللحظة دي اتولد في الملاعب أسطورة كبيرة جدا، وهي محمود إبراهيم الخطيب، والبداية كانت من حوش مدرسة محمود خاطر الابتدائية.